أين تكمن مشكلة الأمة الإسلامية؟ هل تكمن في كونها لا تعود إلى ربها؟ هناك ليس بينها وبين الله أي علاقة وأي صلة، وهي متقدمة وتحكم العالم. هل مشكلة الأمة الإسلامية في العلوم الشرعية أم في العلوم الكونية؟ لا، مو هي. أنت تستقيم على أمر ما، إما بطاعة لربك أو بذكاء منك. يعني العمل العبادي يلتقي مع العمل الذكي بالنتائج. مثلا عينا مدير معمل إنسان مؤمن إيمان عالي جدا، فوضع كل إنسان بمحله الصحيح، عدل بين الموظفين، أصحاب الكفاءة رفعهم، بنراقب سلوكه خلال سنة. حنتفاجأ مفاجأة كبيرة إنه لو عينا واحد معه إدارة أعمال دكتوراه مثل حكايته. فالعمل العبادي والعمل الذكي يلتقيان في النتائج، لكنهما يختلفان في البواعث. المؤمن يبتغي رضوان الله وجنته، الآخر يبتغي بقاءه بالمنصب. فنحن الغرب أتقنوا الدنيا إتقان كبير جدا، ملكوها. يعني ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما معنى الصالحون؟ لإدارتها. الصالحون لإدارتها. فالغرب صالح لإدارة البلاد، فقوي بهذا. حينما تضع كل إنسان في مكانه الصحيح، حينما تعترف بالكفاءات، حينما تجعل يعني التفوق مبني على معايير صحيحة، يعني حينما نحل المقياس الموضوعي محل المقياس الانتمائي نتقدم. وأية أمة تحل المقياس الانتمائي مكان الموضوعي تتخلف.